السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين فيكم. رح نتكلم اليوم عن الهيل. طبعا كلنا عارفينه الهيل اللي هو معروف باسم الحبهان. الحبهان طبعا الناس كلها معتقدة انه الحبهان مجرد نكهة بنحطها في الاكل، نعمل فتة ولا نسلق لحمة نحط معها حبهان، دجاج نحط معه حبهان. فحب الهان بالعكس مفيد جدا 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 جدا، له فوائد كتير. اول حاجة بيساعد على حركة الامعاء، بيخلي حركة الامعاء طبيعية. بيخفف من الاسهال، الامساك عفوا. بيلين ولا مؤاخذة من البراز، يعني ما بيبقاش فيه تيبس. بيخفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم. مفيد للرجيم، الناس اللي بتعمل رجيم. ممكن تغليه زي الشاي، تفتحيه هيك تحطيه مع الشاي حبتين، بديك نكهة حلوة طيبة. زي ما بنحط النعناع على الشاي والمرامية برضو بدي نكهة حلوة. مصدر جيد للحديد والمغنيسيوم. بيحافظ على صحة العظام، هو غالي. بيحسن رائحة الفم، يعني مثلا ناكل بصل، عندك التهاب في الفم او التهاب في اللوز او وجع اسنان، دايما ممكن الواحد يحس ايش ريحة تمامه حلوة، يمضغ له حبة حبهان بتلاقي ايش بيعطينا نكهة حلوة. بيقي من البكتيريا والجراثيم اثناء الالتهابات تبعت الفم، زي ما قلنا بدينا رائحة، بقينا ايش بيقضي على الميكروبات والجراثيم اللي في الفم. بيعالج امراض القولون العصبي. مفيد من نزلات البرد والسعال، يعني لما نيجي نغلي نعنع وبابونج وحاجات زي هيك عشان البرد نحط حبتين حبان، افتحيهم وسيبيهم يغلوا مع النعنع. بيعالج مشاكل المسالك البولية. في حاجة له أضرار زي ما له محاسن له سيئات. الناس اللي عندها حصوات بالكلى ما تكتر منه، يعني ريت الناس اللي عندها حصوة بالكلى بلاش يعني حتى نقضي عليه. أنا واحدة من الناس لو عرفت هذا بيضرني مش أخفف منه، لا أسيبه بلا منه، لأنه صحتنا غالية علينا، وكميات كبيرة منه خلي بالكم بتسبب المغص، فنعتدل. وإن شاء الله الصحة للجميع. منتظرة لايكاتكم وتعليقاتكم واشتراكاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.